على المديرين الفنيين الأجانب هي كثيرة جدا وكبيرة جدا، مثلما حدث مع مارتن يول المدير الفني الحالي الحقيقة للنادي الأهلي. وإن شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي، وهو مدير فني هولندي. هيكون هناك مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم، هيكون في كل ما يخص أو سيتم الكشف عن كل ما يخص التعاقد مع المدير الفني. في ناس كتيرة بتتكلم على إن الفلوس كتير، وإن الفلوس اللي بتدفع للمديرين الفنيين كتير قوي، خصوصا مارتن يول. ولكن يا جماعه انا قلت لكم يمكن في الحلقه اللي فاتت، حلقه ملعب الشاطر يوم الاثنين اللي فات، اتكلمت معاكم عن ان استخدام 2 مديرين فنيين بهذه الكيفيه، والاثنين المديرين الفنيين بهذا الشكل الرائع وبهذا السي في الرائع اللي هنشوف لكم، هنوري لحضراتكم حالا الفارق ما بين الاثنين ومين فيهم اللي يكسب، ده على انفوجرافيك يعني. لكن لما نيجي نتكلم على 2 مديرين فنيين تجد ان هناك في الدوري المصري، ان هناك اصبح دوري مصري عنده من المديرين الفنيين ما يؤهلهم الحقيقه ان احنا يكون عندنا دوري قوي. ده وجود ال2 مديرين الفنيين دول هينقل الدوري المصري الى شكل كبير جدا. محمود طاهر او المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي بيحاول استنساخ جوزيه جديد. على فكره من حقه، مش غلط. جوزيه لن يكون طول العمر هو المدير الفني للنادي الاهلي، هيجي له فتره ولن يستطيع ان يكون في النادي الاهلي. ولكن يعني كلمه مني انا بقى للمهندس محمود طاهر، ولازم يسمعها، واعتقد ان هو هيوصل له هذا الكلام. لا يوجد في العالم الا جوزيه واحد فقط، جوزيه واحد فقط هو اللي عمل جميع هذه الانجازات. لا يمكن استنساخ جوزيه اخر، وان كان احد في مجلس اداره النادي الاهلي بيسعى لمجد شخصي على حساب استخدام مدير فني كبير جدا وله اسمه الحقيقه اللي هو مارتن يول بهذه الارقام المبالغ فيها. اعتقد ان هذا المجد الشخصي لن يصل اليه. خلينا بقى نتكلم عن اخبارنا النهارده، ودول